يمسك المسدس، لا كريس خده يخلص عليه هو كمان. وبينتهي بين المشهد مع واحد وهو بيترمى على الارض، واللي بتكون رمياه هي الميرا. بتكون طالعه من على السلم ده وبتلاقي واحد جاي في الممر وبتستخبى. اول ما بيقرب بتعمل معاه الجلاش، يا دوبك بتخلص بتلاقي واحد، وفوق ده بتلاقي اتنين واقفين. اول ما بيشوفوها بيمشوا بهدوء. مره واحده بيلاقي واحد رمى صاحبه، يكون واقف قدام الباب ده بيشوف هل في حد جوه ولا لا، وبنلاقيه بيخش كاميرا من تحت الباب. وقتها بنعرف اللي في واحد جوه، واللي جوه اول ما بيحس ان في حد بره بيمسك السلاح ويطلع يبص، وساعتها التليفون ده. وبنعرف وقتها المهمة بنقلب بين المشهد تاني، والقنبلة دي مرمية عند 3 دول. وأول ما بتتفجر يخش مايك ويبدأ الأكشن بقى، بيبقى حاجة جبارة. الواد قالت حرب حرفيا، بس التالت اللي بيناحي معاه حبة في الآخر برضه بيخلص عليهم. وبنتقل بين المشهد وقتها اللي هو لها ما تجيش ما بتسمعش الكلام، والبت اللي جنبه بتخلص عليها. حتى في الأفلام الغيرة موجودة، وساعتها دوسام بيغمى عليه جنب مراته. وبينتقل بين المشهد للميرا اللي بتكون في بيتها واقفة في البلكونة، ولكنها لسه مموتة أشخاص الوقت. إيه الجبروت ده؟ ويدوبك بتشرب الكاس اللي في إيديها بتدوخ، والكاس بيقع من إيديها على الأرض. وساعتها بيكون في واحد طالع على السلم وبيقف قدامها وبتحاول تهجم عليه، بس هو بيمسك إيدها وبيديلها حقنة منوم وبيتنام على طول. وساعتها بينتقل بين المشهد وهم نايمين. وقبل ما يصحوا، لو عجبك الفيديو ما تنساش تشترك وتفعل زر الجرس عشان توصلك كل جديد، واعمل لايك عشان الفيديو ينتشر. يلا نكمل الفيديو مع بعض. وفي الوقت ده بيصحوا كلهم وبيكونوا متراقبين، وواحد بيكلمهم من ورا الكاميرا، وبيكون دوران قاعد يضرب في الباب وبيقول للي ورا الكاميرا ما تحاولش عشان مش هيفتح. وساعتها بيسأل ماريا ايه رأيك في الوشم بتاع صديقك، فبتقول له مش بيحب الوشم. ساعتها الرسم الوشم يزعق ويقول ما تقولش حاجة عني تاني. وفيليب بيروح للشخص ده اللي بيكون ما نعرفش اسمه، وكان خالص. واول ما بيقف قبل ما يوصل روزان لماريا بيرمي عليه دوسان حجرة صغيرة، فبيفضل يعاكس في ماريا قبل ما يروح يتعارك مع دوسان. ولكن دوسان بيكون نينجا، وروزان بياخد على دماغه. وساعتها بينزل دخان والكل بينام. وبيصحى تاني يوم بيلاقي روزان غرقان في دم، فبتروح الميرا تشوفه بتلاقيه تخلص عليه. وساعتها بيفضلوا يتخانقوا. في نفس الوقت ده بينزل كرات مكتوب عليها ارقام، وبنسمع سبيد فيراري ونازل تخبيط ومش شايفه حد قدامها، وبيفضل كده لما تخلص عليه. وساعتها الرئيس اللي ورا الشاشه بيهنيها وبيقول لها ساعتها في باب هيفتح روحي هناك. وفعلا بتروح هناك وبتلاقي اسلحه كتير ومختلفه، بس الرئيس بيقول لها هتختاري سلاح واحد، ان اصغر ارقام هم اللي يلعبوا مع بعض، وهم بيكونوا فيليب رادوفان. واول ما بيقفوا بينزلوا تخبيط في بعض، بس رادوفان بيكون صعب على فيليب. بس فيليب بيمسك السلك ده وبيخرج رادوفان لحد ما بيودع. وساعتها بيبص للكاميرا ويقول للرئيس افتح الباب. وفعلا الرئيس بيسمع الكلام وبينجا عينه بتيجي على السيف ده وبياخده ويطلع. واول ما بيطلع بيروح لميرا وبينزل السيف على الارض وبيقول لها تيجي نعمل هدنه للصبح. وبعد ما حايله بتوافق وبيبدا يقترح على الباقي انهم يعملوا هدنه للصبح، والكل بيوافق ما عدا هولمان. وكانوا خلاص قايمين يتخانقوا، بس هولمان في اخر لحظه بيوافق. وفعلا بيناموا. في نص الليل بيصحى الواد اللي انا ولا انت بنحبه، وبيصحى وبيروح الحمام. وساعتها بيبص على الارض بيلاقي حته ازاز وبياخدها ويطلع بيسحب عقله. مره واحده بتقوم الميرا وبتضرب فيليب، وبيكون هولمان ودوسام مستغربين اللي بتعمل كده. وبعدها بنشوف الرئيس وهو بيزعق وبيقول نزلوا المخدر، بس بتكون الصدمة ان الانبوبة بتكون مقفولة. وساعتها بنرجع بالزمن ونشوف بنلاقي نفس اللي احنا شفناه، بيكون الميرا هي اللي عملت كده لما كان الكل نايم. وكده بنشوف